وفي نفس اللحظة الطفلة ساكن كانت بتتابع الهوجة كأنها إشارة، وفكرت وقالت الانفجار ده معناه دوري جه، وجريت ناحية الساحة وهي حاسة إن جسمها بيهرشها عاوز يقاتل. مذيع الساحة أعلن أهلا بيكم في نص نهائي البطولة الكبرى في الركن الأحمر السيدة ساكن. الجمهور صرخ بعيون على شكل قلوب وقالوا السيدة ساكن لا تقهر، وكمل وقال وفي الركن الأزرق سافية ومعاها شريك الجو حالتني. سافية حمست لشريكها وقالت له خصمنا شكله أقوى من العادة، وطفل صرخ وقال يا حالتني اكسريها، وطفل تاني حاطط صورة صافي على صدره قال صافية انت مراتي. المذيع صح وقال الوصول للمرحلة دي مش سهل خالص، قولوا لنا بعد المعركة دي هتاخدوا انهي غرض. الاتنين صرخوا في نفس الوقت جزر اللوتس الخالد، والمذيع قرر بحماس الاتنين عاوزين جزر اللوتس الخالد. الفائزة هتاخدوا كجايزة، يلا ابدأوا. وواحد من قائد الطائفة اللي بيتفرج قال دي معركة تستاهل تتشاف، ظل الدم موجود كمان. وقال للست التخينة روحي بسرعة شوفي مزارعين الجسم دول. الست التخينة نفذت بسرعة والمشهد بيتغير عند تيان وفيو. ظل الدم بيستعد للهجوم وبيصرخ ويقول يا جماعة اهدوا انا هخلص من الحشرتين دول بسرعة وبعدين المزاد هيرجع طبيعي. تيان شافه وقال للطفلة اللي كانت بتتباع يا اختي الصغيرة اجري انتي واستخبي ورايا. وبعدين قال لفيو اندمجي بسرعة معايا. ولما اندمجوا نور قوي انتشر حواليهم. ظل الدم ضحك وهو بيهاجم وقال حركة حلوة علشان توقفوا هجومي، بس شغل العيال ده مش هينفع معايا، انا مش محتاج حتى افتح عيني علشان اقتلك. واندفع ناحية تيان ولكن تيان صد الضربة بسهولة بقوة فيو. وظل الدم حس بحاجة وقال الحالة دي طاغية، ولاحظ ان البنت اختفت فبيعرف انهم بيستخدموا زراعة ثنائية. وفجأة حس بحاجة غريبة، كروم فيو انفجرت من جوه سيفه وربطته. هو تمتم وقال ده فن شيطاني. تيان استغل اللحظة خطف الطفلة وجري وهو بيصرخ وقال الكروم دي هتمسكه شوية يا اختي امسكي فيا جامد هنطلع بسرعة. وبنت الوحش قالت يا اخويا الكبير سامحني جسمي مش بيرد. وظل الدم اتجنن زود قوته وزمجر وقال هو انتوا فاكرين الكروم دي هتمسكني ولا ايه يا اغبياء؟ انتوا مش عارفين ان ليا اسم تاني غير ظل الدم وهو ظل النار. هو حرق كل كروم فيو وحرر نفسه. تيان اتفاجئ وقال انا متاكد ان دي لقطه الباور اب الاخيره بتاعت الشرير. وظل الدم صرخ وهو بيهجم وقال اللي انت بتهرب بيه ده ملكيه للمزاد، حطها على الارض حالا. وتيان تفادى الضربه وفيو حطت ايدها على رقبه الطفله وهديت ظل الدم وقالت له اوعى تقرب خطوه كمان وهقتلها. تيان صرخ فيها وقال لها هو انت اتجننتي؟ فاكره ظل الدم هيخاف من تهديد فاضي؟ وازاي تضمني انه مش هيعملها؟ وفيو ردت بعصبيه وقالت هتعرف ازاي من غير ما نجرب؟ ايه اللي يضمن انه مش هيضحي بعبد من المزاد علشان يحافظ على سمعته؟ ظل الدم سمع التهديد ورفع ايده الاتنين وقال ما تعملوش كده ممكن نتكلم. تيان اتصدم وقال هو انت بجد هتنسحب؟ شيطان الدم ضحك وطلع خاتم تخزين وقال ايوه كنت متوقع ايه، انا مش ههري المسافه دي كفايه. وفعل خاتم اسمه سيميريو للتحكم في الوحوش وسحب بنت الوحش جوه الخاتم. وبعد كده وجه كلامه للجمهور وهو ماسك الخاتم وقال بنات الوحوش دول مش بشر، خواتم التخزين اتعملت علشان تتحكم في وحوش زي دول. لو مكسوف تقول لمراتك خبيهم في ختمك وخلاص. وواحد تخين من اللي بيتفرجوا قال الخاتم ده ميزاته مش وحشه. راجل رفيع ضحك وقال مع تسويق ظل الدم فهو بيبيع لك تلج في عز الشتاء. وظل الدم قرب من تيان وقال بهزار لو قتلت المتسلل ده المزاد هيعوضك وكمان تاخد خصم 20% في النص التاني. الجمهور الشيك صرخ وقال انا هشتري كل حاجه، خد كل الاحجار الروحيه. وفيو بصت لتيان وبصوت واطي قالت اتفضحنا لازم ننسحب. ولكن تيان بجديه بص لظل الدم وقال ازاي تعامل انسان حي كانه ماشيه؟ فيو همست وهي متوتره وقالت هو انت ناسي ان صد هجومه سحب تقريبا كل قوتنا؟ انت بتتهور تاني. وبعدين صرخت عليه وقالت له انت عايز تموت وتجرني معاك ولا ايه؟ الخصم ده اقوى من اي حد قابلته، اقوى حتى من زعيم طائفتك القديمه جون. وبعدين زي ما قال الطفله دي ما بقتش بشريه. تيان سكت لحظه وسمع كلامها وبعدين لف لها بعصبيه وقال وانتي بكل الكلام الكبير ده انت اصلا انسانه؟ هو مش عارف ردود فعل اللي حواليه كانت ايه، بس هو استمتع جدا بتعبير وش فيو وكمل وهو متغاظ انت ممكن تبقى ملكه شياطين ولا اي حاجه، وممكن انا بالنسبه لك مجرد اداه، بس انا طول عمري شايفك كانك صاحبتي. فيو اتصدمت وقالت هو غبي للدرجه اللي تخليه يقول صاحبتي؟ تيان بنبره هاديه قال لها سميني طيب القلب لو عايزه، حتى لو معانا قوه لو مش هنقدر ننقذ شخص واحد يبقى القوه دي فايدتها ايه؟ ولو كنت مكانك كنت هخاطر بحياتي علشانك برضو. وفي اللحظه
اللحظه دي ذل الدم اتسلل ورا تيان وضرب ضربه غدر. هو قطع رقبه تيان بضربه واحده بس طلع خيال بعدي. ذل الدم اتفاجئ وفكر وقال هو تفادى الضربه في الهواء. تيان قال وهو بياخد نفسه لو كنت اتاخرت لحظه كان زمان راسي طارت. وفيو قالت بحده انا انقذتك مرتين ركز بقى. وتيان هجم على ذل الدم بكروم وقال لفيو ما تقلقيش انا هخطف خاتم سماسير واجري. ذل الدم تفادى الهجوم بسهوله وسخر وقال هو انت فاكر نفس الخدعه هتنفع تاني ولا ايه؟ وقطع الكروم بقوه النار وطلع نسخ ظل نار كتير وانهال على تيان وقال له وريني بقى هتهرب ازاي. وتيان رد وقال هجوم سيف حتى لو قدامي جيش. هو سحب سيف المجراف الذهبي وضرب كل النسخ والنظام اعلن سيف تحريك السحاب قبل المضيف الجديد. وظل الدم حاول يصد ضربه تيان القويه وفكر بصدمه وقال ازاي معاه اداه من الدرجه العليا. وتيان بص لسيفه وقال ده سيف المجراف الذهبي اخيرا اعترف بيا كسيد. تيان فكر وهو شايف حال ظل الدم وقال دي القوه الحقيقيه لاداه متفوقه. النسخ كلها اختفت اقدر دلوقتي اقتله. ولكن ظل الدم فعل سره فن الرداء الدموي العظيم. دم الجمهور كله بدا ينسحب ناحيته وواحد من المتفرجين صرخ مرعوب وقال ظل الدم انت ما تقدرش تعمل كده احنا ضيوف. وظل الدم رد ببرود وقال اطمنوا يا ضيوفنا انا هستخدم اجسامكم بس اول ما اقتل متسلل فعلى طول جثثكم هفكها. تيان اتغاظ وصرخ وهو بيهجم وقال له يا مسخ موت. وفي نفس الوقت ساكن كانت بتحارب حالوتني شريك الجو بتاع صافي. ساكن وهي منهكه قعدت وقالت انك تواجهيني وش لوش كده حاجه مثيره فعلا. وصافي ردت وقالت انا كمان مش مصدقه جريت شريك الملاكم كل ده. قولي هو انت عايزه جزر اللوتس الخالد علشان تنقذي حد؟ وساكن رفعت صباعها الوسطاني بغيظ وقالت روح انقذي عجوز مش فارق معايا يلا نعيد القتال. ومن بعيد كانت ست التخينه واحده من ابطال طائفه النعيم الثلاثه بيتفرج بابتسامه خبيثه وقالت حظي جامد ما توقعتش الاتنين يطلعوا بنات. حالوتني هجم على ساكن بلكمه وساكن تفادت وردت وقالت له دوق طعم كف شق السحاب. وحالوتني ما قدرش يصد الضربه واتقذف بعيد وخبط في مسافه وساكن ارتاحت شويه. ولكن فجاه صافي ظهرت من ورا جالوتني وهجمت هجوم مباغت وهي بتصرخ دي فرصتي المثاليه علشان اهزمك. وساكن صدت ركلتها بايد واحده وابتسم بسخريه وقالت ايه ده هو انت ما اكلتيش قبل ما تيجي ولا ايه؟ حتى حشره تقدر توقف الهجوم الضعيف ده. ومسكت رجل صافي ولفتها في الهواء وقالت الحشره اللي حاربتها قبلي كان عندها قوه اكتر مني وبعدين رميتها بره الحلبه وهي بتصرخ وتقول الحشرات زيك ملهاش اذن تقف في الحلبه ديت. والمذيع صرخ للجمهور وقال هو خصم صافي قوي للدرجه دي؟ المعركه خلصت ولا ايه؟ لكن قبل ما صافي تقع بره تماما جالوتني اندفع ولحقها ومنع سقوطها. وصافي ابتسمت وقالت جالوتني برافو عليك. وساكن صرخت بغضب على المذيع وقالت له ده غش واضح من قواعد القتال ان محدش يستخدم قوه الزراعه. والمذيع رد بهدوء وقال يمكن شكله قله ادب بس شريك الجو بتاع صافي ما استخدمش قوه زراعه هو بس استخدم قدرته على الطيران فمش محسوب غش. وصافي خدت نفس عميق وقالت الوقت جه. وساكن ضيقت عينيها وسالتها هو انت هتجربي خدعه تانية ولا ايه؟ بس قبل ما تكمل صافي وجلوتني اندفعوا سوا وقالت لها جربت تصدي ده دي اقوى حركه عندنا. ضربتهم المشتركه عملت انفجار ضخم. المذيع صح وقال هجوم صافي كان مرعب الدخان ملا الساحه ومن وسط الدخان ساكن خرجت بهدوء وقالت حتى بعد ما دمجتم قوتكم الهجوم ده ضعيف وما خدش فيا شعره واضح ان لازم دلوقتي احاربكم بجد صح ولا ايه؟ وصافي وهي بتكح من الدخان قالت من اللحظه دي انا بعترف بيكي كمنافسه حقيقيه. وبعد شويه لما التراب هدي المذيع بص للساحه المدمره وقال بسبب هجوم واحد الساحه اتدمرت وحتى التشكيل الدفاعي اللي بيحمي الجمهور انهار. احنا هنكمل المباراه بعدين. وفجاه ست اسمها فاتيه ظهرت ورا المذيع وقالت مفيش داعي القتال مش هيقف هنا. اتقدمت وقالت لو اي واحده فيكم عايزه تبقى البطله لازم تهزمني الاول علشان انا بطله الساحه. المذيع قطع بتوتر وقال يا بطله هو انت نسيتي ولا ايه؟ انت بكده بتكسري قواعد سيد الطائفه على الاقل ادينا وقت نرجع التشكيل الدفاعي. وفاتيه بصت له بنظره مرعبه وببرود قالت هو انت بتعلم بطل طائفه النعيم القواعد ولا ايه؟ المذيع ارتعش وقال انا ما اقدرش اعلم حد زيك. وفاتيه لطشته بالقلم وقالت له كويس بما انك عارف غلطك فدي عقوبتك. وبعدين وقفت وقفه بطوليه وقالت مفيش قواعد في الطائفه تتطبق عليا واللي
اللي يهزمني هياخد الجايزه الاولى ولقب البطله، وبعدين احنا كلنا ستات بسهلها عليكم. وساكن فكرت وقالت واضح ان قناعي وقع. وتنكر صافي كمان بدا يفلت وهي بتفكر هويتي اتكشفت انا كمان. وفاتي ابتسمت بثقه وقالت ما تتصدموش، انا عارفه ان ولا واحده فيكم استخدمت قوتها كامله، هترتاحوا شويه ولا نحارب دلوقتي. ساكن وصافي اندفعوا عليها فورا. ساكن صرخت وقالت يلا وريني قوتك الحقيقيه، وصافي قالت مش محتاجين راحه. وفاتي ضحكت وصدت هجومهم الاتنين بكرشها وقالت بلاش عيال. وقبل ما نبدا القاعه الجديده منطقه طائفه النعيم كلها بقت هي الساحه، استخدموا اي تقنيه واي قوه زراعه، اللي يفضل واقف في الاخر يبقى البطله وتاخد اول مكافاه. الاتنين رجعوا ورا خطوه ولكن فاتي اتسللت وضربت ساكن وكملت وقالت اللي يعيش للاخر هو البطل الحقيقي. والضربه طيرت ساكن وخبطتها في حيطان كتير وطرحتها بعيد. وصافي اتخضت وصرخت وقالت يا ساكن هو انت كويسه؟ بس قبل ما تلحقها فاتي رمت لها لكمه قاتله وقالت لها اهتم بنفسك الاول. وحالتني على طول اندفع وصد الضربه بالعافيه. وصافي نادت بقلق وقالت حالتني. وصافي فكرت لكمه واحده كانت هتقتله، دي وحشتها قد ايه. وفجاه صوت دمدمه غريب اتردد حواليهم. صافي قالت حالتني هو انت سامع الصوت ده؟ وقتها ساكن ظهرت جسمها كبر وبقى ضخم جدا وهي بتدمر الطائفه من الغضب. صرخت وقالت انا متوقعتش ان حد زيك يتجرأ يضربني من ورا بسببي، انا متهانه تماما. اول ما شافوا ساكن بشكلها العملاق التلاته التانيين اتصدموا. وساكن رفعت ايدها وضربت بكف مزق السماء ومعاها تقنيه النجم الساقط. والضربه جت في فاتي بعنف لدرجه ان وشها اتفرد. الموجه الصدميه طيرت كل اللي حواليهم. وحالتني لحق شيء في اخر لحظه اللي هي صافي يا جدعان. المهم هي قالت باعجاب السيده ساكن فعلا مزارعه مرعبه. بعد الضربه ساكن قالت هو انا فوتت الهدف ولا ايه؟ ده عمره ما حصل. وعلى سقف قريب فاتي وقفت تضحك وقالت هو انتوا فاكرين مش هقدر اتفادى هجوم تافه زي ده؟ الزيت اللي حطاه على جسمي هيخليكم مستحيل تمسكوني. بس قبل ما تكمل شغل الفشخره رجلها اتزحلقت على الزيت ووقعت بوشها من فوق السطح. وساكن بصت لها باحباط وقالت بجد انت كنت عارفه انك ممكن تقعي ولكن طلعتي فوق برضه علشان تعملي نفسك جامده؟ وصافيه علقت ببراءه وقالت هي لو ماتت من الوقعه احنا كده كسبنا البطوله صح ولا ايه؟ ولكن فاتي كانت مبتسمه من جواها وهي بتفكر وتقول علشان اهزمهم الاتنين مره واحده لازم العبها صعبه. علشان كده مثلت اني وقعت، دلوقتي حذرهم نزل ولمت جسمها على شكل كوره وقالت دلوقتي اقدر استخدم الفن المحرم تقنيه ديسكو النعيم. وبدت تتنطط زي الكوره وخبطت ساكن تحت دقنها بضربه تقيله. وصافي صرخت وقالت ايه اسم الحركه اللهبل ده؟ وفاتي فضلت تضرب ساكن من كل ناحيه وهي بتصرخ حد قتل تلميذي ومش ههدى غير لما ياخد ارواحكم انتم الاتنين. وساكن صدت كل الضربات بس ضربات فاتي كانت سريعه جدا لدرجه ان ساكن ما عرفتش اصلا ترد بضربه مضاده. والمشهد بيتغير لقاعه مركز طائفه النعيم. سيد الطائفه لافوجي بص لحد وضحك وقال واضح ان المره دي حصادك كان وفير. المعلم كاتشا او كوتشا انحنى وقال زي ما حضرتك شايف يا سيد الطائفه انا صفيت اكتر من 25 متسلل. ورمى كاس راس مقطوعه قدام لافوجي ومسك واحده وقال دول من طائفه تيان يوان وطائفه التنين الاصفر وطائفه الشبح الاحمر وطائفه الشمس والقمر، وسبت 4 رؤوس سليمه علشان استخرج معلومات من ارواحهم. ولافوجي ابتسم وقال كالعاده يا معلم كاتشا عمرك ما خيبت ظني. وكاتشا قلب احترام وبالنسبه للمكان اللي امرتني فتشه انا قلبته حته حته وما لقيتش اي اشخاص مرعبين تانيين. ولافوجي دعك جبهته وقال يعني ما لقيتش غيرهم؟ تمام مفيش مشكله، المتسللين دول اصلا ما يعرفوش سرنا القديم. بعد ما المراسم تخلص هنعرف بالظبط مين اللي اتجرأ يدخل طائفتنا من غير اذن. وكوتشا سأل بتردد وقال فاهم يا سيد الطائفه بس هل ممكن اسال سؤال؟ ايه علاقه سرنا القديم بطائفه الروح؟ هو ده سبب انهم بيوفروا لنا الحمايه؟ ولافوجي ضحك وقال سؤال حلو بس قول لي تعرف ازاي طائفه الروح بقت من اعظم الطوائف في العالم؟ وكوتشا رد وقال مؤسسهم هو الامبراطور الروح الابيض، كان اقوى مزارع في عصره ومن وقتها ذريته بتستغل اسمه علشان تقمع الباقي. ولافوجي ابتسم ابتسامه خفيفه وقال جزء من كلامك صح بس السبب الحقيقي غير كده خالص. تعرف ايه اللي ورا كل القوه اللي نعرفها؟ زراعه الروح وحشرات الجو والطاقه الشيطانيه. كوتش قال مش فاهم قصدك. ولافوجي صوته بقى تقيل وقال مستويات الزراعه اللي نعرفها النهارده الامبراطور الروح الابيض هو اللي حطها بنفسه، وفي 8 عوالم اجمالا: الارض، الغموض،
السماء ثم البدائية ثم الخراب ثم الكون واخيرا عالم الكون الكلي اللي هو العالم النهائي. تاريخيا حتى اقوى مزارع الامبراطور الروح الابيض وصل بس لعالم الخراب وكان هو الوحيد اللي وصل له، ومن يومها محدش عرف يكسر السقف ده. وكوتش بلع ريقه وقال يا قائد التحالف يعني حضرتك تعرف لو كان حد وصل لعالم الكون او العالم النهائي؟ ولافوجي رد وقال مفيش كائن وصل، دول انا بسميهم الحكام البدائيه، وحسب الاساطير القديمه كل نبته وكل ذره تراب في الكون ده اتخلقت بايديهم، ولسبب ما واحد من الحكام دول كان بيراقب عالم شاون ووجه زراعه الامبراطور الروح الابيض زمان. لو لقيت بس اثر واحد ليه هكسب فرصه اتجاوز البعد ده وادوس على ذريه الامبراطور الروح الابيض بسهوله. وكوتش اترعش ووقع على ركبه وقال يعني الحاكم البدائي اللي خلق العالم مش اسطوره؟ ده حقيقي؟ ولافوجي ابتسم ابتسامه سودا وقال بالظبط، قدامه كل المجرات لعب والامبراطور الروح الابيض نفسه مجرد ذره تراب وسط حبات الرمل اللي في ايده. وش كوتش شحب وقال هو انت ناوي تذبح ناس ما تتعدش وتعمل تنقيب ارواح بلا نهايه علشان بس تلاقي اثر الحاكم ده؟ هل ده قصدك الحقيقي؟ لافوجي قرب وعينه بتلمع وقال ايوه، بالطريقه دي بجمع المعلومات. انا هاخد رضا الحاكم البدائي وهدمر طائفه الروح بالكامل. طائفه الروح شكلها كبيره بس الحقيقه انها صغيره. بعد ما اسحقهم هغزو كل طوائف العالم. وبنبره تخويف قال مالك يا معلم كاتشا؟ هو انت خايف ليه؟ هل تحب تفضل محبوس في العالم ده للابد؟ اي مزارع بيقرب يخترق لعالم الخراب طائفه الروح يا بتضمه ليها يا بتقتله لو رفض. هل تحب تخدم طغاة زي دول ولا تنضم ليا؟ وكوتشا هز راسه بسرعه وقال لا انا هفضل اخدم تحت امرك يا قائد التحالف. ولافوجي ابتسم وقال كويس، ارتاح انت بقى، انت الوحيد اللي يعرف سري محدش غيرك. وكوتشا قال بسرعه ما تقلقش يا سيد الطائفه، سرك هيفضل مقفول في قلبي للابد. ولافوجي ضحك وقال انا لافوجي اي خطه بحطها لخدمتي انا، فما تندمش هتشوف قريب ان اختيارك كان صح. وكوتشا انحنى وقال انا هطيع كل اوامرك بس لسه في حاجات مش فاهمها. ولافوجي ضحك تاني وطلع بلورتين وقال له مش فاهم ايه؟ في الحقيقه سيبك مش هجاوب دلوقتي علشان في حاجه مسليه بتحصل. وفعل البلورتين وظهر قدامه اللي بيحصل في المعارك وبص على صافي وقال البنت دي بتستخدم اداه جو اثريه من جولان وشريك الجو بتاعها غريب، لازم تكون ورثه ارث جولان العظيم. وبعدين بص على ساكن وقال والتانيه مستواها في اول عالم الارض بس، ومع كده بتستخدم كف تمزيق السماء وفنون وحوش قديمه، مستحيل تبقى بنت عاديه. وبعدها بص على تيان وقال والواد ده ما عندوش زراعه خالص، ومع كده استخدم قوه زراعه ثنائيه بيخلي شريكته درع حيه، دي تقنيه مش مذكوره حتى في التاريخ. ولافوجي ابتسم بشر وقال اول ما ظل الدم والست التخينه يقتلوا الثلاثه هفتش ارواحهم واطلع كل اسرارهم. وكوتش قال لو الثلاثه مهمين للدرجه دي ما اروح اساعد العبط دول. ولافوجي لوح بايده وقال مش لازم، لو مش قادرين على 3 عيال يبقوا مش مستاهلين لقب الابطال الثلاثه. انت عملت شغل ممتاز يا معلم كاتشا، روح الخزنه وخد مكافئتك، اختار اي كلفن تحبه. وكاتشا انحنى وقال له انا ممتن لكرمك يا قائد التحالف، ودلوقتي هستأذن بقى بعد اذنك. ولافوجي ابتسم ببرود وقال له ما تترددش دي مكافئتك. وبعدين فكر وقال انا دايما عارف اللي وشه هادي قوي هو احسن واحد في الخيانه. المشهد بيتغير وتيان واقف مستعد يقاتل ظل الدم. تيان بص له بحده وقال له يا ظل الدم انت عملت ايه في الجثث دي بقت صعب تتقتل بشكل مرعب. ظل الدم ابتسم وقال علشان قوه جثث الظل بتاعتي بتتناغم تماما مع قوه حياه البشر، ومع كده انك تقدر تواجههم وش لوش فده مبهر. هو غرز ايده في بطن جثه وزمجر وقال كفايه لعب ده وقت الجد. وبعدين طلع ايده من بق الجثه وضرب تيان، ولكن تيان تفادى بسرعه وقال ايه ده؟ دي قوه ثقب دودي صح ولا ايه؟ وظل الدم استغل اللحظه وطلع جيش الدم وقال واضح انك استخدمت كل اوراقك، دلوقتي دوري انهي الموضوع. وتيان بص حواليه على عدد لا نهائي من الاعداء وتمتم وقال ده جنان واحد قدام كل دول، فين العدل؟ وفجاه شفرات كتير طلعت من افواه جنود الدم وخرقت دراعات تيان وكتافه ورجليه. تيان وفيو اتصابوا اصابات بشعه، وفيو وهي بتتألم قالت اوعى تجرب يغمى عليك بعد العلقه دي، انا راهنت بكل حاجه على انك تعيش يا تيان. وتيان قال لنفسه تقنيات ذل الدم غريبه عمر ما شفت زيها، ازاي هردم فرق القوه اللي بيني وبينه؟ وبعدين قبض ايده وصرخ جواه وقال لا مش هستسلم. فيو لسه مصدقاني، قوتها الشيطانيه ماشيه في كل نقطه دم فيا، وسيف كلاود فاتون كمان ما استسلمش، يبقى انا كمان مش هستسلم. هستسلم ليه اصلا؟